السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة حلوة جدا جدا بصوص الشوكولاتة زي ما انت شايفة كده، وان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم وبطريقة حلوة وجديدة غير التقليدية اللي احنا متعودين عليها. بجد هتعجبكم قوي قوي قوي. وانا معايا هنا لفة من الجلاش. خلاص هقسمها نصين على حسب حجم الصينية. لو الصينية بتاعتك كبيرة هتسيبيها زي ما هي كاملة، لو صغيرة شوية الحجم الوسط هتقسميها نصين. تمام، بحيث الطبقات تبقى عالية معايا عشان اعرف احشيها. خلاص، انا ببدا ادهن الماده الدهنيه، طبعا سمنه او زبده او الاتنين مع بعض، اي حاجه موجوده عندك. انا ببدا ادهن الصينيه كده في الاول، وابدا بعد كده احط كل طبقه او طبقه بدهن ما بينها السمنه او الزبده. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير، وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. حتى صوص الشوكولاته انا اللي عاملاه، يعني اللي هو بديل النوتيلا. بجد حلو جدا جدا، هتلاقيه عندك في القناه. حلو خالص وسهل وبسيط واقتصادي، وهتشوفيه دلوقتي معايا بحلو خالص، قوامه حلو جدا جدا. يعني مش هتكلفي انك تجيبي علبه النوتيلا الغاليه. انا هنا بحط بين كل طبقه وطبقه سمنه او زبده. تمام. تبداي يعني تحاولي تخلي نص فوق والنص التاني من تحت، يعني مش بحط طبقات قليله من فوق عشان اعرف احاول اقسم الطبقات وما الشوكولاته ما تنزلش مني تحت. انا هنا ببدا ادهن برضو سمنه. تمام. وبعد كده زي ما قلت لك ان صوص الشوكولاته احنا عاملينه مع بعض، هتشوفيه دلوقتي معايا. هنحط في الطبقه اللي في النص كده صوص الشوكولاته. ممكن بقى اي بقى مكسرات عندك، فول سوداني، فستق لوز، اي حاجه موجوده عندك، جوز هند. انا ده صوص الشوكولاته اللي قلت لك عليه، بجد حلو جدا جدا، هتلاقيه عندك في القناه. بجد اديله تون حلو خالص واقتصادي كمان. انا باخد منه بدهن هنا في النص كده. انا عندي لسه في طبقات تانية احطها من فوق الجلاش. بحاول ما اجيبوش على الاطراف لان هو كده كده هيسيح معايا برضو، فعشان ما يحرقش معايا الصينيه. حطي الكميه اللي انت عايزاها. تمام. بتبداي تسويه كده بالمعلقه او الفرشه. وبعد كده بنبدا نحط الطبقات التانية من الجلاش، وبرضو بين كل طبقه وطبقه نحط برضو سمنه او زبده. تمام. بجد حلو جدا جدا وطريقه حلوه خفيفه. انا هنا كان عندي فول سوداني. عندك جوز هند ممكن تحطيه. عندك اي مكسرات عندك ممكن تحطيها كده، بجد بتدي طعم حلو جدا جدا. بتدي قرمشه حلوه خالص مع الشوكولاته. بجد حلوه خالص جدا. يعني مش عايزه اقول لك احسن من رائع، بجد الطريقه دي حلوه جدا جدا. ببدا بعد كده احط بين كل طبقه وطبقه برضو سمنه او زيت، قصدي سمنه او زبده. تمام. انا هنا مسيحه السمنه وزبده مع بعض. انا هنا كنت خلاص خلصتها، هبدا اقطعها. تقطعيها زي ما انت عايزه. هنا انا ببدا اقطعها مربعات. ماشي، تحاولي تقطعي بالراحه عشان ايه صوص الشوكولاته ما يعني تضغطيش عليها قوي وانت بتقطعي. بقطعها قبل ما ادخلها. بكون مولعه الفرن على الرف الوسطاني درجه حراره متوسطه. هي بتكملش معاكي حوالي كده حوالي نص ساعه بتلاقيها استوت. تمام. وبتطلع بالمنظر ده، بجد حلوه جدا، لونها ذهبي وحلو خالص. انا ببقى مجهزه سيرم شربات. لازم يكون ساقع ما يكونش سخن. طبعا معروف سيرم الشربات بتاع الجلاش بيبقى اتقل من البسبوسه. تمام. انا ببقى ساقع عشان ما يسيحليش ما يسيحليش الشوكولاته اللي هي جوه الجلاش، فانا كنت حاطاه يبرد جوه التلاجة. تمام. وعشان لما احط صوص الشوكولاته من على الوش ما يسيحليش الشوكولاته. تمام. فالافضل يكون ساقع. انا مش بحط كتير قوي، انا بحب يعني تخليها مقرمشه كده، الجلاش مقرمش، فبنحط حوالي كده نص كوبايه بس. تمام. وبعد كده بتنزلي بقى تحط عليها من نفس صوص الشوكولاته اللي احنا حطيناه في النص كده، بيدي شكل حلو خالص وطعم برضو حلو خالص. عايزه تغرقيها براحتك، عايزه تحطي كده خفيف عادي براحتك. اللي انت تحبيه. بجد حلو خالص بجد، يعني حتى الاطفال اللي هي مش بتحب الجلاش هتحبها عشان عليها صوص شوكولاته. حلو خالص وجميله، وبجد سهله وما خدتش معايا وقت، يعني حلوه جدا. تغيير برضو عن الطريقه التانية.
بجد حلوه خالص. ان شاء الله باذن الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. وهنا ممكن تغرقيها زي ما قلت لك، يعني عادي براحتك. الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.